هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي ومستمعات صوت المنتدى، السلام عليكم ورحمة الله. سنكون برفقتكم أنا صلاح محمد زين وزميلي يوسف بوليسي في ساعة مساء الأربعاء 11 من فبراير، ونستهلها كالمعتاد بقراءة نشرة الأخبار، ثم يليها تعليقا تحت عنوان فنقل، وذلك بمناسبة حلول ذكرى ملحمة عملية تحرير مصوع البطولية التي ستظل خالدة في سجلات ملاحم وبطولات الشعب الإريتري. بعد ذلك نستعرض وإياكم جانبا من الخداع والأكاذيب التي تمارسها الطغمة الحاكمة في حق مجندي الجيش الإريتري، ثم الختام بالشعر وقصيدة بعنوان قراءة في أسئلة شخصية في ذروة فنقل للشاعر الكبير محمد الحاج موسى. متابعة طيبة ومفيدة نرجوها لكم. Katanga baiskala to katanga baiskala asilini kaman كفوه وتبحير وكفى على العالم katanga baiskala to katanga baiskala asilini kaman كفوه وتبحير وكفى على العالم katanga baiskala تمرتها دي تاريخ محمدي katanga ما شبيبة وبينت منقط عبود وطن من سب شامات حلوكي لما تبع الشام ادريس ود امير ويوم لزبون بطلة ومن قاكي قبيل بارود وحزن أسليني 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 وقطان سألكي وقطان لسبكي كيسب حلاتي مسكن أبيا كان ورسيو وحق الكل ناي بدير مواد كانوا ساكب يحلا من تحت حدود أبور صوابي وفو برد الأسرار بدير مديب كي تلوع أسليني 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 وقطان katanga baiskala to katanga baiskala asilini aman كفو وتبحير وكفى على العالم
لموت حروق الوطن واجتلاح وقطع. صوت المنتدى. إليكم نشرة الأخبار، أبدأها كالعادة بأبرز العناوين. النظام يودع سرا أكثر من $500 مليار في ثاني أكبر بنك في العالم. تمديد مهلة إغلاق مطار أسمرة حتى بداية مارس القادم. جيبوتي وإثيوبيا تتهمان نظام أسمرة بتقويض الاستقرار في المنطقة. كانت هذه العناوين وإليكم تفاصيلها وأخبار أخرى. كشفت التحقيقات التي قام بها المحققون التابعون لاتحاد الصحفيين الاستقصائيين في واشنطن أن النظام الإريتري أودع في الفترة ما بين نوفمبر 2006 ومارس 2007 أكثر من $500 مليار في إحدى فروع ثاني أكبر بنك دولي يدعى HSBC بجنيف. ووردت هذه المعلومات التي باتت تعرف إعلاميا بفضيحة سويس لاكس في سياق تسليط الضوء على ممارسات بنك HSBC في التستر على عملائه أو تشجيعهم ومساعدتهم على التهرب الضريبي وإخفاء أموال غير مصرح بها قادمة من تبييض الأموال وتجارة المخدرات أو تمويل الإرهاب الدولي. ويذهب المحققون أن $100 مليار مرت عبر حسابات أجريت مع البنك المذكور لحسابات مصرفية أكثر من 100,000 عميل و20,000 شركة خارجية في فروع البنك بجنيف، من ضمنهم شخصيات متهمة من قبل الأمم المتحدة بصلتها بتجارة الأسلحة والماس والرشوة والفاسدين من حكام بعض الدول كالرئيس المصري السابق حسني مبارك والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والرئيس السوري الحالي بشار الأسد. وفيما يتعلق بالشأن الإريتري، كشفت البيانات عن وجود حسابين للحكومة الإريترية، إحداهما بوديعة مبالغ ضخمة تجاوزت $450 مليون لا يستطيع إلا النظام الإريتري على تكديسها، ولم يتضح ما إذا كان المستفيد الإريتري هو الطاقي أسياس أفورقي، ولكنه كان إلى حد بعيد واحدا من أكبر الإيداعات المصرفية في البنك المذكور، فضلا لحساب آخر بمبلغ $90 مليون و20 حساب آخر بودائع أقل من $1 مليون. وكانت صحيفة لوموند الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام العالمية الأخرى توصلت إلى معلومات حول السرية المصرفية في سويسرا سربها خبير معلومات كان موظفا في مصرف HSBC البريطاني في جنيف ويدعى رفي فالشاني. رضوخا لموقف شركات الطيران العاملة في إريتريا والخاصة برفض توجيه رحلاتها لمطار مصوع بدلا من مطار أسمرة بناء على قرار رئاسي لم يضع العوامل الفنية واللوجستية في الاعتبار، أجبرت هيئة الطيران المدني الإريترية على تمديد مهلة إغلاق مطار أسمرة الدولي أمام الملاحة الجوية الذي كان من المفترض أن يكون ساري المفعول منذ بداية فبراير الجاري. وتقرر أن يكون تنفيذ القرار في بداية مارس المقبل، لكن كل الدلائل تشير إلى استحالة تنفيذ القرار. ويذكر أن المهندسين الإريتريين وفنيي الإرصاد الجوي كانوا قد أبدوا اعتراضهم على تشييد مطار مصوع الذي كلف الدولة مبالغ ضخمة في بداية الألفية، معللين ذلك لعدم ملائمته للمعايير الدولية الخاصة بشروط الحماية الجوية لوجود رياح موسمية تحول دون هبوط الطائرات أغلب فترات السنة، إلا أن سياس وفنيه في شركة سيغن للمقاولات وغيرها لم يعيروا هذه التحذيرات أي اهتمام، مما دفع منظمة الملاحة الجوية الدولية من منع استخدام المطار على أعضائها، وقد ظل المطار المذكور مهجورا وبالكاد قدم خدماته للمسافرين منذ إنشائه في بداية الألفية. دعا الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام دسالين يوم السبت الماضي المجتمع الدولي إلى ما أسمياه باتخاذ خطوات جادة ضد الحكومة الإريترية لمنعها من تقويض الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في بيان مشترك للرئيس الجيبوتي ورئيس الوزراء الإثيوبي
الذي قام بزيارة رسمية لجمهورية جيبوتي في نهاية الأسبوع الماضي. ودعا الرئيسان في بيانهما الصادر عقب محادثات تناولت العلاقات الثنائية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة ضد الحكومة الإريترية والعمل على ردعها لوقف زعزعة الاستقرار في المنطقة. يذكر أن إثيوبيا وإريتريا تعيشان حالة لا حرب ولا سلم منذ عام 2000 حين انتهت حرب بين البلدين على مثلث بادمة أودت بحياة الآلاف في الطرفين. وكان خلاف حدودي بين إريتريا وجيبوتي على منطقة رأس دميرة برز في 2008 ثم تحول إلى اشتباك مسلح، وتوسط أمير قطر وقتها حمد بن خليفة الثاني، وعلى إثرها انسحبت إريتريا منه. وبموجب مبادرة قطرية عام 2010 تواجدت القوات القطرية في المنطقة المتنازع عليها، غير أنه منذ ذلك الوقت يعيش البلدان حالة لا حرب ولا سلم في النزاع الحدودي على تلك المنطقة التي تقع على باب المندب. والمعلوم أن نظام الطاقية السياسة فورقي ساهم كثيرا في تعكير علاقات بلادنا مع الدول الجوار نتيجة لسياسات خاطئة ومدمرة في تعامله مع قضايا المنطقة وشنه للحروب العبثية مع أكثر من دولة في فترات متلاحقة، وإيوائه للعناصر الإرهابية المناهضة للأمن والسلم الدولي، واحتضانه للحركات المسلحة المعارضة لأغلب أنظمة دول الجوار. أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي إثر عودته من زيارة لجنوب السودان أن النزاع الذي يشهده هذا البلد منذ أكثر من عام خلف على أرجح عشرات آلاف القتلى، وخصوصا في مناطق الشمال. وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان إيفيان سيمونوفيتش للصحفيين: يصعب إعطاء رقم محدد، لكننا نتحدث بالتأكيد عن آلاف القتلى، وعلى الأرجح عن عشرات الآلاف. وأوضح أن الحصيلة الأكبر هي في المدن التي تبدلت السيطرة عليها مرارا، مثل بنتيو وملكال شمالا، وجونغولي، وعموما في ولايتي الوحدة شمال وعالي النيل شمال الشرق. ولفت إلى أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تتولى في هذه المناطق حماية أكبر عدد من المدنيين في مخيماتها، وبينهم 50,000 في بنتيو و30,000 في جوبا و20,000 في ملكال. وشدد سيمونوفيتش على ضرورة أن تتضمن اتفاقات السلام المحتملة تدابير لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات عديدة ارتكبها طرفا النزاع، لكنه لاحظ أنه من الصعوبة بمكان حاليا ضمان حماية الشهود في ظل نظام قضائي محلي ضعيف جدا، إذ ليس هناك سوى 100 إلى 200 قاضي في كل أنحاء البلاد. ومنذ ديسمبر 2013 يشهد جنوب السودان حربا أهلية تخللتها مجازر إثنية وتسببت بأزمة إنسانية خطيرة. وكانت المعارك اندلعت في العاصمة جوبا بين جناح في الجيش موالي للرئيس سلفاكير ومتمردين يدينون بالولاء لنائبه السابق وخصمه رياك مشار. انتهت النشر. سألكي وقطع لسبتك سبحلاتي مسكن أبيا كان ورصيو وحق الكل ناي بدير مواد كانوا ساكب يحلا اللي تحت حدود أبو صواب وفو برد الأسرار بدير مدير أكيد للوعد أسليني 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 وقطع بيس قالت وقطع بيس قالت أسليني بأمان وقوة ودابحي وقفوا على الحالي قبيس قالت وقطعت قبيس قالت أسليني بأمان وقوة ذابحي وقفوا على الحالي أطماي طالك عو وبحاسيك لفاف صوتات قطايل عبورة قتل بحر أمو تسكاف بحريل
عبو أردا لموت حروق الوطن واجتلاح وقطع. يوم عمك والناطا ويكسر الصبح والصباح دائما تتفرر أمرو لك بساطة تقابل في الموالى فينا ولا تدروا عزتنا يتبشر بشيرو لا مطر فاقل طباسي بشريني 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 وقطع. فانقل. وتعني اقتلع الشيء من جذوره. عملية فانقل تلك الملحمة التاريخية التي أتت اسما على مسمى، حيث مهدت الطريق للاقتلاع النهائي لجيش الاحتلال الإثيوبي، واستحقت أن تعد بوابة التحرير، لأنها العملية العسكرية الأوسع من حيث الرقعة الجغرافية التي دار عليها القتال ضد العدو، ومن حيث كم ونوعية الوحدات التي شاركت فيها من جانب الجيش الشعبي لتحرير إريتريا. فقد أنجزت وحدات المشاة والدروع والبحرية دورها في الهجوم المتزامن دقيق التخطيط، وحققت انتصارا على قوة تفوقها من ناحية العدة والعدد. كانت عملية فانقل تجربة أخرى يتفوق فيها الجيش الشعبي لتحرير إريتريا على آلة الحرب الإثيوبية المدعومة من عتاة الدنيا حينها، ويكسر الحاجز النفسي الذي لازم التجربة منذ المحاولة الأولى لتحرير مصوع في العام 77، حيث توفر عنصر المفاجأة في التخطيط لفانقل وفي التنفيذ، وأيضا في التعاطي مع مجريات المعركة برا وبحرا. أما الأثر المباشر لتلك العملية الفذة فقد كان بداية العد التنازلي لوجود الاحتلال الإثيوبي في إريتريا من ناحية، ولنهاية نظام الدرج على مستوى العموم من ناحية أخرى. فقد كان تحرير مصوع يعني فرض حصار بري وبحري وجوي أيضا على حركة الإمدادات العسكرية، وتضييق الخناق على أسمرة التي لم تعد لها أهمية استراتيجية بعد أن أصبحت تحت مرمى نيران الجيش الشعبي، واستحكمت الحلقات حول نظام الدرج المتهاوي وقتها. إن أهم ما جاء به انتصار فانقل هو التفات العالم لما يدور في المنطقة الأكثر أهمية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتهيئ الأجواء لميلاد بلد جديد في بقعة عانت كثيرا من التجاهل المتعمد. أثناء إنجاز عملية فانقل وبعدها قدمت إريتريا أرواح شهداء كثر، وكانت طلعة الطيران الإثيوبي في حملتها الانتقامية واستهدافها اليائس للمدنيين سببا في أن يسقط الكثير من الضحايا المدنيين العزل، لكنها لم تشكل عقبة أو حاجزا يمنع الشعب الإريتري من مواصلة مسيرة الانعتاق. الآن نسترجع كل تلك الأحداث بمشاعر متداخلة فيها الفخر وفيها الحزن. فخر بالصمود الخرافي الذي فتح بوابة الانتصار، وحزن على أصحاب تلك الدماء الزكية التي خضبت تراب الوطن وكانت مهرا للحرية، الحرية التي حرمها إسياس زمرته على شعبنا. هنا حق أن نتساءل:
عن جدوى الاحتفالات بالشكل الرسمي الذي نراه. هل إقامة الحفلات الراقصة سنويا يمكن أن يمثل مصدر افتخار لصناع الانتصار الحقيقيين؟ هل تعد مصوع نفسها لاستقبال تلك الكرنفالات البذخية بعد أن هجرها أهلها وعادت مدينة بلا سكان؟ كيف يتعامل نظام أسمرة مع جرحى حرب التحرير وأسر الشهداء عموما؟ هل حقق حكام أسمرة شعار النصر للجماهير الذي دفع الشهداء لتحقيقه غالي الأثمان؟ الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها من علامات الاستفهام الشاخصة ستساهم في أن نحتفل بشكل متعافي بذكرى ملاحمنا البطولية على امتداد مسيرة الكفاح الوطني الإريتري. طبعا صعبندي السفل الله أرحو منا قبي سلام قليب الله سربي ملك الله كبتتي بيه ولا سفلان تسبيه اللي سلينا وبران مع السني بحر والشمال قرب السمكة مناظر جمال أتما سيكو سينما أيدا فرصة سينما أيدا بحري كون وأكام بردا أنوار تيجو لبي أبردا مسابويا لدولت عدا لامبرو ترينو تيب كبدا لامبرو ترينو تيب كبدا بات العباي بات العباي وبات العباي كثيرين شكل الكرة حريري الرأس مدرة كامنينات شام يبتا إلى مدينات صوت المنتدى. الجيش المغلوب على أمره واستمارات السكن. بالرغم من أن كل حيل العصابة الحاكمة أصبحت مكشوفة ورغم معرفة الناس بها، إلا أن الرئيس ومجموعته لا يزالون يطلقون الكذبة ويصدقونها. والمضحك أنهم يعتقدون أن أكاذيبهم تنطلي على الشعب الحصيف، لذا يبتدعون بين الحين والآخر برامج انصرافية بهدف إلهاء الناس عن القضايا الأساسية وكسب الوقت ونسج حبال واهية لآمال لن تتحقق. الفقاعة الجديدة هذه المرة والتي أطلقتها حكومة الوهم تمثلت في قرار من هيئة الأركان العسكرية صدر في 15 من يناير الماضي، يلزم كل الوحدات التابعة لقوات الدفاع الإريترية بإجراء استبيان وملء استمارات توضح رغبة كل فرد من الجيش في المدينة أو القرية التي يريد أن يمتلك فيها مسكن. هذا بالنسبة لمن لم يمنحوا منازل بعد. أما الشق الآخر من أصحاب الرتب العليا والامتيازات الكبيرة، فالسؤال الموجه لهم هو: هل يريدون المواصلة في المساكن التي منحت لهم أم أن لديهم رغبة في استبدالها؟ قد يبدو هذا الاستبيان غريب في محتواه ومثير للسخرية في تفاصيله، ولا يمكن أن يصبح عامل جذب للكثيرين ممن تركوا العمل في الجيش وانصرفوا لشؤونهم الخاصة، لكنه في ذات الوقت يعد أي هذا الاستبيان مؤشرا لضحالة الفكر وسطحية التعاطي مع الموضوعات الهامة والحيوية.
فهذا الجيش الذي يسأل أفراده الآن عن أي الأماكن يختارون للإقامة سبق أن مرت عليه الكثير من المشروعات غير المنصفة، فبالإضافة إلى أنه يعمل وفق شروط خدمة مجحفة، حيث لا رواتب مجزية ولا ترقيات مستحقة ولا رتب تتناسب، والأقدمية لا توجد حدود لنهاية خدمة المجند. أما المؤلم حقا والدليل على نكران الحقوق هو الوقف الفوري للراتب الشهري بمجرد الوفاة أو تعرض أي جندي لظرف صحي يعيقه عن مواصلة العمل. في العام 96 صدر تعميم من وزارة الدفاع يقضي بقيام الوزارة باستقطاعات من الراتب لكل أفراد الجيش النظامي، وصلت إلى مبلغ 2000 بر في ذلك الوقت، واعتبرت أسهم في مشروعات تنموية يعود ريع أرباحها للمساهمين. وبعد مضي 18 سنة أرجع المبلغ كما هو 2000 نقفة إلى أصحابه في سبتمبر من العام الماضي 2014 دون مراعاة تدهور سعر الصرف. نعم، أعيدت الأموال لأصحابها لكن بخسارة وصلت إلى 10 أضعاف. نفس هذا الجيش المتفاني سبق أن سرح أكثر من ثلثيه نظير مبالغ زهيدة جدا، ومنح من تبقى في الخدمة امتيازات وتسهيلات تمثلت في إعفاءات جمركية ورتب ورواتب ومساكن وغيرها من الامتيازات التي شكلت منهم طبقة جديدة. لكن وعند بداية الحرب الثانية مع إثيوبيا أطلقت الحكومة نداءات عاد بموجبها عدد كبير من المسرحين إلى الخدمة بدون رتبة أو راتب هذه المرة، وقطعت الحكومة على نفسها وعودا بتصحيح الأوضاع وإعادة الاعتبار لأولئك المسرحين، وكالعادة لم تنفذ منها أي بند حتى الآن. ذات هذا الجيش الصبور وعد في مطلع العام 2014 بصرف علاوة مالية تصل إلى 5000 نقفة تقسم على 10 أشهر، وأيضا لم يستلم منها إلا 3 أشهر فقط، ثم نسي الأمر تماما كما تم نسيان برنامج دعم أسر المجندين بجزء من احتياجاتها في المواد الاستهلاكية، حيث صرف بعضها ووجد معظمها طريقه للسوق، ولا عزاء لأصحابها الحقيقيين. هذا الجيش المقلوب على أمره حرم أفراده من فوائد ما بعد الخدمة، كما حرم ذويه من امتيازات الضمان الصحي والعلاج المجاني أو المدعوم، بينما يتم إرسال القادة وأقاربهم لتلقي العلاج في الخارج، بالرغم من أن استقطاعات التأمين الاجتماعي لم تزل تؤخذ شهريا من كل منتسبي وزارة الدفاع وموظفيها. والغريب أن الحكومة لم تزل تطرح أسهم شركة التأمينات للبيع باعتبارها أكبر الشركات الرابحة. بكل الخلفيات المذكورة يصبح القرار الأخير الخاص بتسجيل اختيارات الجنود لمواقع سكنهم لا يعدو كونه محاولة أخرى لذر الرماد في العيون، إلا أنه أثار الكثير من الأسئلة من قبيل: منذ متى يسأل المواطن في إريتريا عن رغباته واختياراته؟ وهل سئل أفراد وزارة الدفاع عن مجمل شروط الخدمة التي يرزحون تحت وطأتها؟ وماذا أعدت الحكومة من مشروعات سكنية تلبي اختيارات الجنود؟ وكيف ستعالج فوضى تمليك المنازل التي استفاد منها كبار العسكريين وأقاربهم؟ عموما، كثير الأمل في الخلاص معقود على نفس هذا الجيش وعلى كل مكونات المجتمع الإريتري التي كابدت الأمرين وكشفت عورات هذا النظام البائس.
مسسع كندزي مفنان عبي قبلي والنسب وان بزا مسسع كندزي مفنان عبي قبلي والنسب وان أسئلة شخصية في ذروة فنقل. عظيم صمود الإريتري عند النضال، بديع الترفع حين يؤم القتال، يصابر في غليان النزال، فيمتد لهوا ويلتف هولا ويخطو زهوا، وزحفه محض اختيار، فيرقم خلطا مع الممكنات المحال، ويبرق إعجازه واقعا كفنقل فوق الخيال. ففيما ألام إذا قلت في لحظة الانفعال نحن، وأحسست من داخلي كبرياء الرجال،
أما صحت يوما بفنقل هبي قياما فطمت حطمل وطالت طوالوت قامة أعدت عداقا سعيرا وقطان حدت صراطا والبحر سل حسامة وكل مصوع تطوع وكل مصوع نشامة يمينك موت يسارك موت وتحتك موت وفوقك موت ووحدك أنت الحياة تقدم 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 لا غير أن تتقدم وفانقل تعصر في البر والجو والبحر كل السلاح وتمطر موتا وعمرا ولون الصباح ففيما ألام إذا قلت في سورة الاجتياح نحن وأحسست بالارتياح أما قلت يوما لفنقل آن اللقاء حيث ينقلب البحر يابسا وينفجر الصخر ماء سأنداح موتا ونصرا وأمتاح كل الدماء أزيح الظلام أميط اللثام سنذهل أبناء آدم في الشرق والغرب والجن والأدعياء ونشغل الدنيا كبارا صغارا سواء لنفرض ما شئت لا ما تشاء وندهش أرضا ونرضي السماء فماذا علي إذا قلت في لحظة للصفاء نحن وأحسست بالكبرياء أتنسى مصوع بأن الزمان تجمع فيها اضطرار الوقت كان غروب عدو إلى الانهيار هروب ظلام يواجه وجها لوجه النهار المكان انعدام التوازن في الاعتصار بين صرخة خلق وحشرجة الاحتضار والمشهد فانقل ونحن وهم إيماننا في مقابل أسلحة الدنيا في موقد للدمار والكبيرة أم الكبائر في مرجل الانتظار وفانقل دهر وأسرع من لمحة إذا تجلت قرار لي الأرض والحق والانتصار وعاد العدو بفقد وذل وعار فماذا إذا قلت في ساعة الانبهار أنا منك يا موطني وأحسست بالافتخار دعوني أقامر هاكم جميع القصائد طيف الخيال فإني بكل بساطة أعتز كون انتسابي لشعب عظيم الفعال يتملكني وطن يحتويني على هيبة وجلال يتملكني وطن يحتويني على هيبة وجلال فأطمر في طينه لأشعر من داخلي بالكمال مصوع بوابة الخير والاقتحام على الشيب جئت إليك شبابا تقيد فيك غراما هيام وأشهد أن الحماة بناة على ساعة للسلام ولست ألام إذا قلت أن الإريتري خير الأنام وأحمد ربي بأني إريتري أصل وفصل وأمنية والتزام وأحسست من داخلي كبرياء الرجال العظام الشاعر الكبير محمد الحاج موسى برق هلا هدود والزلام جما جما
جياد دشنا شعبي فقرة جهري وكيما طباطب هجم سلب وهر انتا وحاطر يوم قلنا رئيتو قبلات كالا بطر جياد صوت المنتدى.
صوت المنتدى. إليكم نشرة الأخبار، أبدأها كالعادة بأبرز العناوين. النظام يودع سرا أكثر من $500 مليار في ثاني أكبر بنك في العالم. تمديد مهلة إغلاق مطار أسمرة حتى بداية مارس القادم. جيبوتي وإثيوبيا تتهمان نظام أسمرة بتقويض الاستقرار في المنطقة. كانت هذه العناوين، وإليكم تفاصيلها وأخبار أخرى. كشفت التحقيقات التي قام بها المحققون التابعون لاتحاد الصحفيين الاستقصائيين في واشنطن أن النظام الإريتري أودع في الفترة ما بين نوفمبر 2006 ومارس 2007 أكثر من $500 مليار في إحدى فروع ثاني أكبر بنك دولي يدعى HSBC بجنيف. ووردت هذه المعلومات التي باتت تعرف إعلاميا بفضيحة سويس ليكس
في سياق تسليط الضوء على ممارسات بنك HSBC في التستر على عملائه أو تشجيعهم ومساعدتهم على التهرب الضريبي وإخفاء أموال غير مصرح بها قادمة من تبييض الأموال وتجارة المخدرات أو تمويل الإرهاب الدولي. ويذهب المحققون أن 100 مليار دولار مرت عبر حسابات أجريت مع البنك المذكور لحسابات مصرفية أكثر من 100,000 عميل و20,000 شركة خارجية في فروع البنك بجنيف، من ضمنهم شخصيات متهمة من قبل الأمم المتحدة بصلتها بتجارة الأسلحة والماس والرشوة والفاسدين من حكام بعض الدول كالرئيس المصري السابق حسني مبارك والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والرئيس السوري الحالي بشار الأسد. وفيما يتعلق بالشأن الإريتري، كشفت البيانات عن وجود حسابين للحكومة الإريترية، إحداهما بوديعة مبالغ ضخمة تجاوزت 450 مليون دولار لا يستطيع إلا النظام الإريتري على تكديسها، ولم يتضح ما إذا كان المستفيد الإريتري هو الطاغية إسياس أفورقي، ولكنه كان إلى حد بعيد واحدا من أكبر الإيداعات المصرفية في البنك المذكور، فضلا لحساب آخر بمبلغ 90 مليون دولار و20 حساب آخر بودائع أقل من مليون دولار. وكانت صحيفة لوموند الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام العالمية الأخرى توصلت إلى معلومات حول السرية المصرفية في سويسرا سربها خبير معلومات كان موظفا في مصرف HSBC البريطاني في جنيف ويدعى أرفي فالشاني. رضوخا لموقف شركات الطيران العاملة في إريتريا والخاصة برفض توجيه رحلاتها لمطار مصوع بدلا من مطار أسمرة بناء على قرار رئاسي لم يضع العوامل الفنية واللوجستية في الاعتبار، أجبرت هيئة الطيران المدني الإريترية على تمديد مهلة إغلاق مطار أسمرة الدولي أمام الملاحة الجوية الذي كان من المفترض أن يكون ساري المفعول منذ بداية فبراير الجاري. وتقرر أن يكون تنفيذ القرار في بداية مارس المقبل، لكن كل الدلائل تشير إلى استحالة تنفيذ القرار. ويذكر أن المهندسين الإريتريين وفنيي الإرصاد الجوي كانوا قد أبدوا اعتراضهم على تشييد مطار مصوع الذي كلف الدولة مبالغ ضخمة في بداية الألفية، معللين ذلك لعدم ملائمته للمعايير الدولية الخاصة بشروط الحماية الجوية لوجود رياح موسمية تحول دون هبوط الطائرات أغلب فترات السنة، إلا أن سياس وفنيه في شركة سيغن للمقاولات وغيرها لم يعيروا هذه التحذيرات أي اهتمام، مما دفع منظمة الملاحة الجوية الدولية من منع استخدام المطار على أعضائها، وقد ظل المطار المذكور مهجورا وبالكاد قدم خدماته للمسافرين منذ إنشائه في بداية الألفية. دعا الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام دسالين يوم السبت الماضي المجتمع الدولي إلى ما أسمياه باتخاذ خطوات جادة ضد الحكومة الإريترية لمنعها من تقويض الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في بيان مشترك للرئيس الجيبوتي ورئيس الوزراء الإثيوبي الذي قام بزيارة رسمية لجمهورية جيبوتي في نهاية الأسبوع الماضي. ودعا الرئيسان في بيانهما الصادر عقب محادثات تناولت العلاقات الثنائية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة ضد الحكومة الإريترية والعمل على ردعها لوقف زعزعة الاستقرار في المنطقة. يذكر أن إثيوبيا وإريتريا تعيشان حالة لا حرب ولا سلم منذ عام 2000 حين انتهت حرب بين البلدين على مثلث بادمة أودت بحياة الآلاف في الطرفين. وكان خلاف حدودي بين إريتريا وجيبوتي على منطقة رأس دميرة برز في 2008 ثم تحول إلى اشتباك مسلح، وتوسط أمير قطر وقتها حمد بن خليفة الثاني، وعلى إثرها انسحبت إريتريا منه. وبموجب مبادرة قطرية عام 2010 تواجدت القوات القطرية في المنطقة المتنازع عليها، غير أنه منذ ذلك الوقت يعيش البلدان حالة لا حرب ولا سلم في النزاع الحدودي على تلك المنطقة التي تقع على باب المندب. والمعلوم أن نظام الطاغية إسياس أفورقي ساهم كثيرا في تعكير علاقات بلادنا مع الدول الجوار نتيجة لسياسات خاطئة ومدمرة في تعامله مع قضايا المنطقة وشنه للحروب العبثية مع أكثر من دولة في فترات متلاحقة، وإيوائه للعناصر الإرهابية المناهضة للأمن والسلم الدولي،
واحتضانه للحركات المسلحة المعارضة لأغلب أنظمة دول الجوار. أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي إثر عودته من زيارة لجنوب السودان أن النزاع الذي يشهده هذا البلد منذ أكثر من عام خلف على أرجح عشرات آلاف القتلى، وخصوصا في مناطق الشمال. وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان إيفيان سيمونوفيتش للصحفيين: يصعب إعطاء رقم محدد، لكننا نتحدث بالتأكيد عن آلاف القتلى، وعلى الأرجح عن عشرات الآلاف. وأوضح أن الحصيلة الأكبر هي في المدن التي تبدلت السيطرة عليها مرارا، مثل بنتيو وملكال شمالا، وجونغولي، وعموما في ولايتي الوحدة شمال وعالي النيل شمال الشرق. ولفت إلى أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تتولى في هذه المناطق حماية أكبر عدد من المدنيين في مخيماتها، وبينهم 50,000 في بنتيو، و30,000 في جوبا، و20,000 في ملكال. وشدد سيمونوفيتش على ضرورة أن تتضمن الاتفاقات السلام المحتملة تدابير لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات عديدة ارتكبها طرفا النزاع، لكنه لاحظ أنه من الصعوبة بمكان حاليا ضمان حماية الشهود في ظل نظام قضائي محلي ضعيف جدا، إذ ليس هناك سوى 100 إلى 200 قاضي في كل أنحاء البلاد. ومنذ ديسمبر 2013 يشهد جنوب السودان حربا أهلية تخللتها مجازر إثنية وتسببت بأزمة إنسانية خطيرة. وكانت المعارك اندلعت في العاصمة جوبا بين جناح في الجيش موالي للرئيس سلفا كير ومتمردين يدينون بالولاء لنائبه السابق وخصمه رياك مشار. انتهت النشر. صوت المنتدى. بهذا نصل وإياكم إلى ختام ساعة اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، وحتى لقاء جديد نترككم في رعاية الله وحفظه.